مساء الخير. انا بصراحه في موضوع كده مضايقني قوي 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 قوي. هو موجود عند كل المصريين، مفيش حد مصري ما يعرفوش. حتى الاجانب اللي بيجوا مصر للاسف الشديد بيتعلموه يعني. او كلمه، هي كلمه موجوده على كل لسان، من اول الطفل اللي في لفه اول ما بيقول بابا وماما لحد الراجل العجوز اللي خلاص يعني ربنا يديله الصحه والعمر. الكلمه دي كلمة أنا نفسي أفهم هل هي مثلا كانت في القاموس عندنا زمان، هل هي موروث، طب هي أداة استعطاف، طب هي بتعمل إيه؟ يعني إيه موقعها من الإعراب؟ يعني اتحطت في جملة أنا نفسي أفهم إيه موقعها من الإعراب. الكلمة دي طبعا أنا أول ما هقولها هتضحكوا طبعا، لأن الكلمة دي موجودة عند كل الناس. هي كلمة معلش. معلش. كلمة معلش دي يا جماعة المفروض إن هي مش كلمة بتهدي، بالعكس دي كلمة بتنرفز جدا. أبقى واقف في المترو مثلا وواحد ابن حلال كده قوم داس على رجلي هارسها، يعني مش بيدوس عليها خبط، لا هارسها هارسها يعني. فاللي هو طبعا تبص له كده يقول لك معلش معلش، تسكت. تبقى قاعد كده في امان الله في الكرسي اللي ورا السواق على طول، ده اللي هو بيقعدوا جنبه اتنين، وتبقى غصب عنك اتلهيت مشاغل الحياة، نسيت ورحت حاطط ايدك كده ناحيه الباب اللي بيقعد فيه اللي قدامي. وواحد ابن حلال راح جاي فاتح الباب وزين راح رزعه على صوابعك. صباعك وقت بيدوحس وقتي، يعني ساعتها اللي هو انفخ فيك اعطس في وشك عامل ايه، اللي هو كده انت عايز تعمله كده وهو باصص لك. والله معلش، والله والله معلش معلش مقصود وكأن معلش دي مثلا منزله، يعني اول ما تقول للبني ادم معلش يهدى، يعني زي الجمل كده نخ فينخ، يعني معلش معلش ما ينفعش. العيب بقى ان هي ماشيه معاك في كل حاجه. يبقى العيل ماسك عيل مكسر عظمه ومعوره في وشه وتيجي امه تقول لك معلش والله عيل معلش. تيجي تخش عامل خناقه مع مراتك ورب السما معلش يا جماعه بقى، معلش. ايه يعني معلش دي ايه؟ يعني حطها كده في جمله: احمد معلش ضرب محمد. معلش دي ايه؟ طب يعني معلش محمد سرق وجري. ايه؟ يمسكوا حرامي فعلا، يمسكوا حرامي وتقعد تنزلوا فيه ضرب، الناس تضرب فيك تكسروا، يجي واحد يقول لك معلش معلش خلاص معلش. طب معلش دي منزله من السماء ولا ايه يا جماعه؟ يعني يا ريت يا نحل يا ما نقولهاش، بجد ما نقولهاش. لو فتحنا واتساب لكل بني ادم فيكم هتلاقوا كلمه معلش، لو قاعد اتكلمت مع واحد هتلاقي معلش دي اتقالت في المكالمه بتاع 3 4 مرات. فيا نحل نحط مكانها حاجه تاني، يعني مثلا حصل مشكله تمام تعالوا نحل. مفيش معلش، انت عندك حق تاخده، انت عندك حق تاخده، انما معلش دي ما بتاكلش عيش، يعني بجد صعب. معلش انا اسف، انا بشرب نسكافيه وانا بكلمكم يعني، فمعلش ما تزعلوش مني، واشوفكم ان شاء الله.